في كل مرة الست دي كانت بتدخل محل البقالة اللي فاتح 24 ساعة في نص الليل، كانت لازم تشتري مفك، بس مش علشان تدافع عن نفسها، ده كان مجرد عادة اتعلمتها من شغلها. أول ما توصل جراج الركن تحت الأرض تختار أي عربية عشوائي، وباحتراف تفتح مقبض الباب بالمفك، وبحركة سريعة تلف المفك وصوت الموتور يعلى. هي كانت شغالة في شركة توصيل خاصة بتاخد شغلانات المندوبين العاديين ما يقدروش يقربوا منها عشان صعوبتها، علشان كده كانت ناوية تطلب من مديرها زيادة في المرتب. بعد شوية مايني وصلت نقطة الاستلام المحددة، وكانت سايقة BMW قديمة. 2 رجالة قربوا من العربية. بعد ما اتأكدت من بياناتهم كويس فتحت لهم الباب، بس المدير وقف مكانه متجمد. ما كانش متوقع خالص ان السواق تطلع ست. لف وبزعق لمساعده، بس مع اقتراب اعدائهم ما كانش قدامهم اختيار غير انهم يركبوا. ما خدش وقت طويل والندم بدأ يظهر على وش المدير، بس مايني كانت متوقعة ده. ومن اللحظة دي خدمة التوصيل الخاصة بتاعتها بدأت رسميا، واول ما لفت من اول ناصية العربيات اللي وراهم ظهرت فجأة. بالنسبة لمايني الموقف ده مألوف. بهدوء دوست على البنزين، وبسنين خبرتها في السواقة شوية مناورات سريعة كانوا كفاية يبعدوا واحدة من العربيات اللي وراهم. اول ما المدير شاف كده نبرته اتغيرت فورا، بس بعدها بلحظات عربيات اكتر واكتر لحقتهم. مايني ما توترتش خالص، بالعكس كانت بتشرب مشروبها على مهل. فجأة عربية قطعت عليهم الطريق من قدام، من غير اي تردد عملت دريفت بسيط، وبعدها دخلت بالعربية في حارة ضيقة جدا ناوية تخلص عليهم مرة واحدة وللأبد. مايني ما ردتش على ولا سؤال، فضلت دايسة بنزين لحد ما لقيت مكان ركنة ضيق بشكل مستحيل. افتكروا انهم كده بقوا في الامان، بس فجأة عربية تانية طلعت عليهم من اللفة. مايني دوست فرامل في التوقيت المظبوط، وش المدير خبط في الكرسي اللي قدامه. بعدها لفت الدريكسيون بهدوء وعدت جنب العربية التانية بمسافة سنتيمترات. هروب مستحيل جديد، وعدى. لكن عند التقاطع اللي بعده اللي كانوا بيطاردوهم وقفوا محتارين. كانوا شايفين بعينيهم ان مايني دخلت الحارة، لكن العربية مش موجودة، كأنها اتبخرت.